يا اهلا، عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني. انا اسفه جدا في تاخير الفيديوهات بس غصب عني. تالت يوم في الكروز وهي الستيب اللي احنا هننزل فيها فلوريدا. ابتديت اليوم بان انا حطيت العيال في الكيدز كلاب، وطبعا كنت معايا الترنج بتاع الجيم، وطبعا فكره فاشله جدا لان انا هوريكم بعد الجيم انا هعمل ايه. ايوه، فخده ضاني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ما لعبت ساعه في الجيم لقيت نفسي وانا معديه لقيتهم حطوا الغدا. وطبعا انا لازم اكل عشان انا بعديها هنزل من المركبه. طبعا هنروح البحر والبحر بيجوع، ده غير طبعا الاكل اللي احنا اخدناه معانا على البحر. هي دي العيب الوحيد يا ولاد اللي في الكروز، صدقوني هو العيب الوحيد. الاكل الكتير فيها تو ماتش. حطوا الاكل كده لا 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 لا، ما تفكريش. بصوا، عيب على الترنج اللي انا لابساه، عيب على الترنج. طلعت المطعم بالترنج، يعني عيبه يعني الناس كانت عارفه ان انا اكيد لسه جايه من الجيم. طبعا الجيم انكلود جوه عادي جدا. اليوم ده كان ده كان الغدا بتاع تالت يوم، وهم كانوا عاملين فخده ضاني اللي هو كان الراجل بيقطع لي منها ديت. طبعا خلصنا اكل وحلينا وشربنا عصير وظبطنا امورنا ولبسنا وطلعنا. عايزه اقول لكم وانتم معديين في الممر اللي انتوا طالعين فيه من الكروز هتلاقوا كميه تركات وكونتينرز رهيبه بتدي المركبة أكل. بصوا شايفين، أنا غبت عن المركبة 4 ساعات، كانت المركبة ما خلصتش، ما كانوش خلصوا اللود بتاع الخضار والفاكهة، طبعا الحاجات اللي هم محتاجينها، البنزين، الحاجات دي كلها. طبعا بيشيكوا عليها تشيكة سريعة كده، محتاجة حاجة. بصوا بالبالتس يا ولاد، الأكل بيدخل بالبالتس. طبعا ده ميك سنس أكيد، لأنه اللي هيبقى راح الكروز هيبقى عارف كمية الأكل اللي بيقدموها جوه غير عادية، غير عاديه. اكل وشرب وسناكس بصوا حاجه فظيعه، فطبعا ده ميك سنس اكيد. طيب خلصنا اليوم بتاع البحر، طبعا رحنا البحر. واستنوا، لا احنا لسه صح، ده على فكره بورتو كارنفال ديت، المنطقه بتاعه كارنفال اللي هي الشب التانية، فهم تقريبا متعاقدين مع بعض او حاجه، لانه دي كانت الحته بتاعتهم. طبعا حاولنا ندور على عربيه تشيل 10 تنفار زي ما انتم ما شايفين كده. عايزه اقول لكم كان يوم فاني بشكل رهيب. انا بحب فلوريدا قوي، بس لما بتبقى شمسها طالعه كده، شايفين المنظر الحلو ده لما بيبقى شمسها طالعه كده ولذيذه. لكن تندر ستورم، ولا انا عندي باد اكسبيرينس مع فلوريدا معلمه على قفاه لن انساها لن انساها. طبعا هنا بصوا شايفين كان شكلنا عامل ازاي. ده كنا احنا اليوم ده خصصناه في ان احنا هنروح البحر، وطبعا عشان احنا ما عملناش الدرينك باكج، كنا عايزين منه الصودا والجوس والميه والكلام ده كله، فاحنا خصصنا اليوم ده بالذات. طبعا مش ممنوع خالص تاخدوا اي شرب على الكروز، طبعا ما عدا الكحوليات اكيد، خلاص، لكن مسموح لكم بميه، عصير، صودا. شايفين منظري كان عامل ازاي؟ مش طايقه نفسي انا والبحر، دونت ميكس هنا. طبعا ده واحنا راجعين طول اليوم، اوف اوف، شايفين منظري عامل ازاي؟ طبعا احنا جبنا، اضطرينا في الستيب ديت، لانه الاستبات اللي بعد كده تبقى غاليه جدا علينا فمش هنقدر. جبنا ميه وجبنا صودا. طبعا هما جابوا ايه الحاجات اللي هما بيحبوها، لكن دخلنا بقى. عارفين احساس انكم تبقوا بره وتدخلوا كده المركبه؟ ده احساس مش هتحسوه غير لما تبقوا عليه. تحسوا ان انتوا في السيف سايد وانتوا بره المركبه، تحسوا انه لا، جواكم دايما احساس بان المركبه هتفوت وتعديكم. لا 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 لا، اول ما بدخل شايفين عماله اصور مش مصدقه. طبعا ده هنا، طبعا احنا دخلنا متاخر، لكن كان في ناس طبعا جاهزين ولابسين ومتشيكين وقاعدين، وطبعا احنا اتاخر. اليوم الوحيد اللي انا ما اخدتش فيه المطعم تحت في العشاء، تسوحنا تسويحه السنين والتنين. احنا قضيناها شاورما. يعني هو البوفيه ما كانش وحش يا ولاد، لا، بس المطعم تحت بيبقى ألذ بكتير، بيبقى ألذ بكتير. وطبعا في صنف واحد دايما بيبقى مميز، وده اللي انا بنصحكم بيه على طول. خدوا المطعم في العشاء all the time. خليكوا فطار وغدا وسناكس ولل. طبعا خليكوا عادي في الايام العاديه فوق، مفيش ادنى مشكله، لان الاوبن بوفيه طبعا بيبقى مفتوح على طول، لكن تحت بيبقى تقريبا في خلال ساعتين، early dinner late dinner، وخلص الحوار على كده. خلاص احنا اليوم ده قضيناها شاورما وتاكو، يعني قضينا اليوم عشان عقبال ما المركبه. انا بكلمكم والوقت ده كان في حدود الساعه 7:30. طبعا المركبه لحد هذه اللحظه هي لسه في الستيب بتاعتها ما اتحركناش. احنا وصلنا الساعه 1 الصبح، خلاص الساعه 8 كانت المركبه ابتدت تتهز ومروحه.
بصوا منظر الغروب الرهيب 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 الرهيب. الحته دي كنت انا قاعده دايما بحب وانا لما هاخد اكل بحب اقعد جنب الشباك على طول، بحب اتفرج على المنظر يا ولاد. انا منظر البحر بيغسلني من جوايا، مع اني ما بحبش انزل البحر، بس عندي استعداد اقعد قدامه ما زهقش منه ابدا. طبعا دي كانت الحفله والشو بتاع بالليل. المسرح اللي انتوا شايفينه ده بيشيل مثلا في حدود ال 600 نفر. البنت دي كانت بتغني، احنا قعدنا ساعه يخرب بيت صوتها. طبعا انا مش هقدر احط اغاني من اللي هي غنيتها خوفا من الحاجات الاوريجينال والكلام ده كله، عشان الحاجات دي بتعملي مشكله في الصفحه او في اليوتيوب او whatever. فانا يعني انا اسفه، اعذروني. طبعا هي كان صوتها رهيب رهيب. دي كانت اخر اغنيه هي غنتها. وعايزه اقول لكم قامت رقصت كل الناس. بصوا شايفين الناس، المسرح كله كان بيرقص. طبعا الا عيالي كانوا نايمين، اكيد انتوا شايفين. انا عيالي الساعه 10 بالظبط تيجي على ايديكم. اظبطوا ساعتكم على عيالي. 10 بالدقيقه ترن هتلاقوا عيالي مش بيحاولوا يناموا، ناموا. خلص الحوار على كده. يعني الفن اصلا بيبتدي من بعد 10. بصوا شايفين قعدت لفت المسرح كله. الصراحة كان صوتها رهيب. هي قعدت حكت قصتها كمان. يعني انها يعني الحاجات دي كلها حياتها دي كلها اصلا كانت بالصدفة، يعني كانت تحفة، يعني كانت فظيعة. وصوتها كان رهيب، صوتها كان رهيب. اه افتكرت نقطة كويسة جدا. ليه احنا جبنا مية؟ طبعا بما اننا ما خدناش الدرينك باكج، طبعا اعملوه قبل ما تروحوا المركبة، لانه سعره بيبقى بره غير ما انتوا خلاص بيبقى طبعا ارخص. المية في المركبة عبارة عن مية الاوشن وبتتفلتر. تمام. انا حاسه ان انتوا ممكن تكونوا متفاجئين، بس مهما يحصل مستحيل هيكفي المايه دي لو معاه خزانات فهي بتبقى ميه متفلتره فيها افتر تيست مش لذيذ. هم عشان كده الماشينز دايما اللي موجوده بتبقى ماشين ايس وجنبيها ميه، لانك مستحيل تقدروا تشربوا الميه من غير الايس. فطبعا الناس بتعمل الدرينك باكج عشان طبعا بيدوا ازايز ميه معدنيه، وش ده احلى طبعا بكتير، بس احنا كان غصب عننا. دي كانت حفله الساعه 10. ده كان الشارع. خلاص بعد كده عرفوا الشارع يبقى هو ده. بصوا الناس كانوا عاملين ايه، كانوا عاملين حته حفله بنت جنيه. انا هنا على فكره كنت شايله عيالي على كتفي. انا شايله واحده والبيج بوس شايل واحده، لانه للاسف شديد كانوا نايمين. دي فضلت مثلا اولموست ساعتين ولا حاجه. كانوا عاملين ضجه يخرب بيت كده. الناس كانت فن ومبسوطة بشكل مش ممكن. العيال دي على فكرة كانت كل يوم بتعمل حفلة في الشارع، بس كانت بتبتدي الساعة 10 الساعة 11 في الحدود دي. مش قادرة طبعا اتذكر لان انا الساعة 10 ببقى فوق. بصوا شايفين الناس بتبقى واقفة. الحفلات كلها بتبتدي بدري. طبعا في ناس بتبقى متأخر، في ناس بتنام بدري، ده اوكي مفيش مشكلة. طبعا في ناس برضو بتسهر. هوريكم سايد اخر الله يكون ايوه هو السايد ده، الكازينو. انتوا عارفين متخيلين كمية الناس بتلعب في الناس دي يا جماعة؟ والله العظيم ملعوب في دماغها. هي بتلعب في الفلوس وهي ملعوب في دماغها. مش ممكن. انا مش متخيلة ان انا ممكن اقدر العب بفلوسي اللي انا شقيانة وتعبانة عليها. والغريب انه الامريكان حرفيا مش من الناس اللي بتلاقي الفلوس في الارض. الامريكان على فكرة بيتعبوا وبيشقوا. طبيعة الشغل في امريكا صعبة جدا. فانا مش متخيلة يعني ان الناس تجمع طول السنة وتيجي في اسبوع زي ده. كمية المبالغ اللي على الترابيزات واللي بتتلعب بيها مش ممكنة. الكازينو ده تقريبا بيفضل شغال لحد 2-3 الفجر او حاجة، بس all the time busy. يعني شايفين؟ يعني انا دخلت عشان اصور. الناس بجد يا ولاد الله يكون في عونها على نفسها. الناس دي مريضة. مبالغ وارقام على الترابيزات رهيبه. طبعا ده في سايد وحده. في المركب بتدخلوا له كده تمشوا شويه. بس طبعا بما اني عايزه اوريكم كل حاجه فدخلت. استنونا في الجزء الثاني، وباي باي.